بعنوان مناقشة النشاطات القرآنية بين الواقع والطموح. نظمت دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة الملتقى القرآني الأكاديمي السنوي الثاني بمشاركة أكثر من 40 شخصية أكاديمية، إذ يهدف الملتقى إلى التعاون بين قسم الدار والجامعات العراقية من خلال إقامة المحافل والندوات والمسابقات القرآنية والعلمية، وتشكيل لجان متخصصة للتنسيق مع الدار. علاء الياسري والتفاصيل. بمشاركة أكثر من 45 شخصية أكاديمية، عقدت دار القرآن الكريم التابعة للعتبة الحسينية المقدسة الملتقى القرآني الأكاديمي السنوي الثاني، الذي حمل عنوان مناقشة النشاطات القرآنية بين الواقع والطموح، إذ يهدف إلى توثيق العلاقة المجتمعية بين القرآن الكريم والمؤسسات الأكاديمية. الهدف من هذا الملتقى هو مناقشة سبل التعاون بين قسم القرآن الكريم والجامعات العراقية، حيث يعني هناك بحوث في هذا المجال. سبل حقيقة سبل تعاون تتعلق بإقامة النشاطات القرآنية المتمثلة بالمحافل القرآنية، الندوات القرآنية العلمية، المسابقات القرآنية، تشكيل لجان متخصصة في الجامعات العراقية للتنسيق مع قسم دار القرآن. الملتقى تضمن عدة فعاليات، من بينها جلسات بحثية نوقشت فيها سبل تطوير الحراك القرآني في الجامعات والكليات، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الريادة في مواكبة الحراك القرآني الوطني والدولي في الوسط الأكاديمي، الذي يمثل الواجهة الحضارية للعراق والقادرة على بناء جيل واع يتخلق بمبادئ القرآن الكريم. تضمن محور الملتقى لهذا اليوم هو مناقشة النشاطات القرآنية بين الواقع والطموح، حيث يهدف هذا الملتقى إلى استقطاب طلبة الجامعات تحديدا إلى الانتماء للخط القرآن الكريم والتسلح بمعالم القرآن الكريم، حيث بدأنا العام الماضي في الملتقى الأكاديمي الأول، وكما تشاهدون حضر ثلة من الأساتذة وهم نخبة قرآنية لينقلوا معالم القرآن الكريم إلى جامعاتهم بصورة مباشرة. استعرضنا هذا الواقع الذي عليه اليوم، وحمدنا الله تعالى أن شهدت الجامعات القرآنية نشاطا متصاعدا بدءا من 2010 إلى اليوم، ولكننا نطمح إلى المزيد صراحة. أول شيء نطمح إليه هو استمرار هذه النشاطات وفاعليتها في الجامعات العراقية. الطموح الآخر هو رعاية المواهب القرآنية. الآن الوزارة شرعت في فتح قناة لحفظة القرآن الكريم بمعدل أقل من 3 درجات أقل من المعدلات الأخرى في جميع التخصصات، كذلك إعفائهم من الأجور الدراسية إذا كانوا على التعليم الحكومي الخاص، وإعفائهم بنسبة 50% إذا كانوا على الدراسة المسائية. هذه رعاية لحفظة القرآن الكريم. إقامة مثل هكذا نشاطات تسهم في تفعيل الجوانب والأبعاد الاجتماعية القرآنية في الساحة الوطنية والدولية، باعتبار أن ذلك له أثر كبير على الحياة العامة وكذلك على استقرار الأوضاع المجتمعية. لقناة القرآن الكريم الفضائية، علاء الياسري، كربلاء المقدسة.